ونتفرج على الكرة الأرضية، هتلاقي قطعة واحدة، كرة واحدة وزنها، اسمع وراجع ورايا، 6 بليون تريليون طن، متعلقة في الفراغ، لا حبل ولا خيط ولا عمود ولا أساس، وبتدور يا صاحبي. المحيط بتاعها كده لو لفيت خيط حواليها 40,000 كيلو متر، يعني مش قد ميدان التحرير. وبعدين عمالة تدور حوالين روحها زي النحلة بسرعة 26 كيلو في الدقيقة، يعني تقدر تروح من هنا لمطار القاهرة في دقيقة، ده وهي بتلف حوالين روحها. وبتلف حوالين الشمس في مدار طوله 950 مليون كيلو متر بسرعة 30 كيلو في الثانية، يعني تقريبا تروح المطار في ثانية. وبعدين اسمعني، ماشية هي والشمس بسرعة رهيبة في حركة خطية بسرعة 230 كيلو في الثانية، يعني تروح اسكندرية في ثانية. ده بس الكرة الأرضية. 3 حركات في نفس اللحظة، دور حوالين روحها، دور حوالين الشمس، وبتتحرك في حركة خطية إلى المجهول مع الشمس. 26 كيلو في الدقيقة حوالين نفسها، 30 كيلو في الثانية حوالين الشمس، 230 كيلو في الثانية، منطلقة زي الصاروخ، أصعب صاروخ عابر للقارات 7 كيلو في الثانية، 8 كيلو في الثانية، دي 230 كيلو في الثانية. وعليها مية، وعليها بني آدمين، وعليها جبال، وعليها حيوانات، والمية ما تكبتش، والبيوت ما وقعتش، والناس عايشة وتبدو كأنها ثابتة. كيف علقها؟ ومن علقها؟ ومن يحفظها في مدارها؟ وبعدين تيجي تقول لي ما فيش إله. أؤمن بوجود خالق، ليس لأن قلبي يتمنى وجود خالق، لكن لأن الدليل يقنعني بوجود خالق. هذا ما يشكل عقلي وقلبي. فعندما تضيق الدنيا حولي، عندما تتمرد خلية في جسدي، عندما يفاجئني ظلم البشر أو شراسة ميكروب، أول شيء أتذكره يوجد إله مسيطر على كل شيء، علق الأرض على لا شيء، وبه أحيا وأتحرك وأوجد. قد لا أفهم قضيتي، قد لا أفهم مشكلتي، لكن أفهم شيئا واحدا، يوجد خالق يعتني بي وحتما سينقذني.